أهلا بالجميع. اليوم راح ناخدكم في رحلة من عالم الأكواد والشفرات إلى عالم النتائج المذهلة اللي بنشوفها كل يوم. راح نحاول نفهم سوا كيف البرمجة بتبني الذكاء الاصطناعي اللي حرفياً قاعد يعيد تشكيل عالمنا. دايما يخطر على البال سؤال: كيف الكمبيوتر بيفكر؟ والأهم، كيف بيفهم كلامنا؟ يعني كيف بنقدر نتكلم معه ويرد علينا؟ هذه هي الأسئلة المحورية اللي راح تكون أساس رحلتنا اليوم. نكتشف فيها كيف تحولت التعليمات البسيطة جدا لتواصل ذكي ومعقد زي اللي بنعيشه حاليا. طيب، عشان تكون رحلتنا منظمة، هذه هي المحطات اللي راح نمر فيها. راح نبدأ بالأول أساسيات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، بعدين ننتقل للغات والأدوات المستخدمة، ومن هناك بنشوف كيف الذكاء الاصطناعي دخل عالم الأعمال وكيف صار يبدع وينتج محتوى، وفي النهاية راح نتكلم عن نقطة مهمة جدا وهي أخلاقيات كل هذا التطور. وخلونا نبدأ على طول بالقسم الأول، أساسيات الذكاء الاصطناعي والبرمجة. هنا رح نضع حجر الأساس لكل شيء رح نتكلم عنه لاحقاً. طيب، ما هي البرمجة؟ الموضوع أبسط مما نتخيل. فكروا فيها كأنكم تكتبون قائمة مهام واضحة ومحددة جداً لشخص ما، بس هذا الشخص هو الكمبيوتر. يعني هي اللغة اللي بنتكلم فيها مع الآلات عشان نقول لها بالضبط إيش المطلوب منها تسوي. تمام، وبعد ما عرفنا البرمجة يجي دور مصطلح مهم جدا: الخوارزمية. ممكن نعتبر الخوارزمية هي وصفة الطبخ. قبل ما تبدأ تطبخ، يعني قبل ما تكتب أي كود، لازم يكون عندك وصفة واضحة بالخطوات، خطوة بخطوة. الخوارزمية هي هذا المخطط، هي العقل اللي بيفكر قبل ما اليدين تبدأ تكتب الكود. والآن نوصل للمفهوم الكبير، الذكاء الاصطناعي. هنا الهدف اختلف، ما عاد مجرد تنفيذ أوامره بس، الهدف صار أكبر بكثير، وهو محاكاة الذكاء البشري نفسه. يعني الآلة تصير قادرة تتعلم وتستنتج، والأهم تصلح أخطائها بنفسها مثلنا تماماً. طيب، فهمنا الآن المفاهيم الأساسية. خلونا ننتقل للقسم الثاني ونشوف كيف كل هالكلام النظري يتحول لشيء ملموس. ما هي اللغات والأدوات اللي بيستخدمها المبرمجون عشان يخلوا الآلات ذكية؟ عشان نتكلم مع الكمبيوتر في مستويين من اللغات. خلونا نبسطها. اللغات منخفضة المستوى هي كأنك بتتكلم مع الآلة بلغتها الأصلية، لغة الأصفار والأحاد. صعبة جدا على البشر بس قوية جدا. أما اللغات عالية المستوى فهي أشبه بلغة مشتركة قريبة من لغتنا الإنجليزية. لغات مثل بايثون وجافا بتخلي المهمة أسهل بكثير على المطورين. ومن بين كل اللغات عالية المستوى في لغة مسيطرة على مجال الذكاء الاصطناعي، وهي بايثون. ليش بايثون بالذات؟ السبب بسيط، هي سهلة القراءة والكتابة، والأهم من كده عندها مكتبات ضخمة من الأدوات الجاهزة. يعني أدوات مثل تنسورفلو وبايتورش بتعطي المطورين قطع ليجو جاهزة يدوا يبنوا بيها أنظمة ذكاء اصطناعي معقدة بسرعة فائقة. وهنا نوصل لقلب الذكاء الاصطناعي الحديث، تعلم الآلة أو الماشين ليرنينج. فكروا فيه على أنه المحرك الأساسي. بدل ما نبرمج كل قاعدة وقانون بشكل يدوي، صرنا نعطي النظام كميات ضخمة جدا من البيانات، وهو بنفسه يبدأ يتعلم الأنماط والقواعد منها، بالضبط مثل ما الطفل بيتعلم من التجارب اللي بمر فيها. نرجع للسؤال اللي بدأنا فيه: كيف الكمبيوتر بيفهم لغتنا؟ الجواب يكمن في تقنية اسمها معالجة اللغات الطبيعية أو NLP. هذه التقنية هي الجسر اللي بيربط بين عالمنا البشري وعالم الآلة. هي اللي بتخلي الكمبيوتر يفهم كلامنا المكتوب والمحكي، وهي اللي بتشغل المساعدين الصوتيين وتطبيقات الترجمة وكل إشي من هذا القبيل. تمام. الآن بعد ما أخذنا فكرة عن الأساسيات والأدوات، خلونا ننتقل للقسم الثالث ونشوف كيف كل هذا بيترجم على أرض الواقع في عالم الأعمال. كيف الشركات بتستخدم الذكاء الاصطناعي؟ نقدر نقول إن الذكاء الاصطناعي بيلعب 3 أدوار رئيسية في أي مؤسسة. الدور الأول هو المستشار، اللي بيحلل كميات هائلة من البيانات وبيقدم رؤى وتوصيات تساعدنا في اتخاذ القرارات. الدور الثاني هو المساعد، اللي بينفذ المهام المتكررة والمملة. والدور الثالث هو المنفذ، اللي بيقوم بأتمتة عمليات كاملة، وهذا بيعطي الموظفين مساحة أكبر للتركيز على الابتكار والإبداع. والآن وصلنا لنقطة تحول حقيقية. في القسم الرابع رح نشوف كيف الذكاء الاصطناعي ما عاد مجرد محلل للمعلومات الموجودة، لا، صار هو نفسه مبدع ومنتج للمحتوى، صار يخلق أشياء جديدة من الصفر. الفرق جوهري جدا. الذكاء الاصطناعي التقليدي مهمته يصنف ويحلل البيانات الموجودة، يعني كأنه طالب شاطر بيجاوب على الأسئلة من الكتاب. أما الذكاء الاصطناعي التوليدي فهو فنان ومؤلف، هو اللي بيكتب الكتاب بنفسه، بيخلق نصوص، صور، موسيقى وأكواد برمجية،
أشياء ما كانت موجودة أصلاً. خلونا ناخذ أمثلة من حياتنا اليومية. لما شركة تحول أرقام مبيعاتها لتقرير مفصل بضغطة زر، هذا توليد لغة طبيعية. لما موقع أمازون يقترح عليك منتجات، هذا اسمه تصفية مستندة إلى المحتوى. ولما نشوف صور خيالية تم إنشاؤها من مجرد وصف نصي بسيط، هذه هي قدرات الأدوات التوليدية مثل دالي وغيرها. مع كل هذه القوة المذهلة طبعاً بتيجي مسؤولية كبيرة، وهذا اللي رح نتكلم عنه في القسم الأخير، واللي يمكن يكون أهم قسم في حديثنا اليوم: أخلاقيات هذا العالم الذكي الجديد. عشان نضمن إن الذكاء الاصطناعي يكون أداة للخير، لازم نلتزم بإطار أخلاقي واضح. أولاً، الشفافية. لازم نعرف كيف الخوارزميات بتتخذ قراراتها. ثانياً، العدالة. لازم نتأكد إن هذه الأنظمة ما بتكرر التحيزات الموجودة في مجتمعاتنا. ثالثاً، الخصوصية. حماية بياناتنا شيء أساسي. وأخيراً، المسؤولية. لازم يكون في جهة مسؤولة لما تحصل أخطاء أو أضرار. مشكلة التحيز في الذكاء الاصطناعي خطيرة، ومن المهم نعرف مصادرها. ممكن التحيز يجي من البيانات اللي دربنا عليها النظام، لو كانت هذه البيانات نفسها متحيزة، وممكن يكون الخطأ في تصميم الخوارزمية نفسها. والنوع الثالث والأخطر هو لما النظام يبدأ يتعلم التحيز من تفاعله مع الناس، ويعزز السلوكيات السلبية مع الوقت. ونختم حديثنا بنفس السؤال اللي لازم كلنا نفكر فيه: قوة الذكاء الاصطناعي بتزيد كل يوم بشكل مذهل، والسؤال هو كيف نضمن إن هذه القوة الجبارة تخدم الإنسانية كلها وبشكل عادل ومنصف؟ هذا هو التحدي الحقيقي اللي بيواجه جيلنا والأجيال القادمة.